السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. صباح الفل، صباح الهنا عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ربنا يجعل كده رمضان شهر الخير واليمن والبركات علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين. زي ما انتم عارفين كده وشايفين، رمضان بيجري، اليوم اللي بعدي فيه ما بيرجعش تاني. النهارده 11 رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ربنا تقبل منا صيامنا وقراءتنا في القرآن وكل حاجة نعملها خير إن شاء الله بإذن الله. ربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. النهارده الجو جميل، فتحت عليهم اهو، الشمس داخله لهم اهي. زي ما انتم شايفين كده الجو النهارده يعتبر ايه، صيفي صيفي يعني. اللي عندها بقى شويه طور تفتح عليهم كده، الشمس تعقم تحتهم، تطهر تحتهم، تنشف تحتهم لو مبلول. بسم الله ما شاء الله، دي احلى يوم للتطهير والتنشيف وايه. والفراخ بتاعتي بتتبسط كده في شويه الشمس الحلوين ده اهو، وكلسم كمان يعني من ناحيه تانيه. زي ما انتم شايفين كده، انا طلعت يا حبيب قلبي على الصبح كده، جبت لهم كانوا جعانين. انا طلعت لقيت العلافه فاضيه خالص، ملتها لهم بسم الله ما شاء الله. فطروا يعني، اول ما فتحت كانوا جايين كلهم جري على العلافه، كانوا ميتين من الجوع. فطروا اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. وايه، وعملوا الحصوه بتاعتهم اهي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. وقعدت بحط لهم علف خشن زي ما انا قايله لكم. وايه، والعلفه والبتاع السقايه كان فيها شويه ميه، شربوا برضه. اقوم بقى اكملها قبل ما انزل، بس بينما الشمس طالعه والجو جميل كده هفضل قاعده ايه جنبهم شويه عشان الشمس تدخل لهم، لان انتوا عارفين مش هعرف اسيبهم على السطح وكده، لان هم ايه برضه لسه صغيرين، وممكن حاجه ايه لا قدر الله لو انا نزلت ولا حاجه، يعني ايه حاجه تاكلهم ولا كده. طول ما الشمس ان شاء الله باذن الله جميله كده، انا فاتحه وقاعده ايه معاهم اهو في الشمس زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. جايين على الباب اهو على الشمس اهو. وشويه الفراخ البيض بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي الهنا وزي العسل اهو. زي ما أنا قلت لكم، الواحد بايه بيستغل اليوم الشمس واليوم الحلو كده اهو، يفتح للطيور بتاعته. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، شويه فراخ زي الهنا. ربنا يسلم يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها ايام الهنا والخير علينا وعليكم يا رب وعلى امه لا اله الا الله اجمعين. وارحم امواتنا واموات المسلمين يا رب. يا رب ترحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. الفرخ لما بياكل بيكن معاكي وايه، وبيهدى كده. اول ما فتحت الفراخ البلدي والله واحد طار منهم على الارض، حيرنا عما مسكته. اللي كانوا جعانين، كل ما الفرخ بيكبر كل ما بياكل اكتر. زي ما انتم شايفين الشمس بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. الشمس جميله والجو جميل اهوت بسم الله ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم بقى، اللي عندها طيور كده تفتح عليها كده تعقمها كده وتطهرها. ديك الفصيح بتاعنا يا جماعه، كل دوره كده لازم يطلع لنا ديك فصيح كده. الواحد بيقوم يخلص مصالحه ويخلص اللي وراه ويقوم طالع للطور بتاعته بقى، لان دي برضه روح يا جماعه. يعني مش هتتكلم ولا تقول لك انا جعانه ولا انا عطشانه، من نفسك كده طهري تحتها، تنشفي تحتها، توضبي تحتها كده، تفعلي فيها، تشربيها، تاكليها، تاخدي بالك منها كده بالظبط. يا رب ترحم امواتنا واموات المسلمين يا رب. يا رب ترحم ابيهم وامواتنا واموات المسلمين. اللهم عافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم ان كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا ارحم الراحمين يا رب. ترحم ابيهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقراءتنا في القرآن كده، وكل حاجة نعملها خير يا رب تقبلها مننا عن نية صافية إن شاء الله بإذن الله. فراخ البلد بتحب يعني، بتحب أي حاجة عالية تطلع تقعد عليها كده زي ما انتوا شايفين.
شويه فراخ بسم الله ما شاء الله زي الهنا وزي العسل. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لكم الفرخ ما بتجيبيه من مكان موثوق منه ومجرباه قبل كده ونضيف ما بتعبكيش. شايفين العلف الخشن بسم الله ما شاء الله بملى الحصاد بتاعتهم ازاي اهو زي ما انتم شايفين كده. حطيت لهمش وسط خالص، جبت لهم الناعم لغايه ما لقيتهم بسم الله ما شاء الله جربت لهم الخشن كده لقيته حلو وبطلت ناعم وحطيت لهم خشن على طول. ليه؟ الحيوانه تبقى ايه زورها ملان كده وشبعان. لان الفراخ البلد زي ما انتم عارفين بسم الله ما شاء الله اسهل تربيه واحلى تربيه. اي حاجه يعني ما بتتعبكيش في اي حاجه، اللي بتحطوه قدامها بتاكله. والفراخ البيضاء بسم الله ما شاء الله بتاعتنا يعني يعتبر بتاعت زي البلد، من 10 الأم 40 يوم صار منهم. الفراخ بسم الله ما شاء الله تشوفيها هتقولي ده بلد، حرشه كده وبتاكل وتشرب مش زي انتوا عارفين الفراخ البيضاء بتبقى كسوله لما بتبقى الوحيده. اما انا دوم نزلوا من اول يوم نزلت الفراخ البلدي زي ما انتوا عارفين كانت جايه معاهم الفراخ البيضاء بقوا زيهم بالظبط. دايما كده تملي بيتك بالخير والطيور بالذات في البيت احلى خير. هتقولي العلف غالي والله بتطلع زي بساريف بس بتلاقي الحاجه زي ما انتم شايفين. يعني شوفوا رمضان يجي علينا هو الواحد ما اشتراش اي حاجه، الطيور بتاعته ماليه الدنيا عليه بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد يعني ويبارك. الواحد ايه يعني الطيور دي حاجه اساسيه في البيت كده، وهي بتبقى غايه يا جماعه. يعني الواحد لو حتى يعني انتوا شايفين الواحد لو هيجيب في بوكس زي ده ويربي بربي ليه؟ لان انا اصلا طول عمري بحب تربيه الطيور. بقى العلف غالي الطيور غاليه، ما دي حاجه كده في دم النفر، بحب الطيور. وزي ما قلت لكم القناه بتاعتي دي انا فاتحاها لتسهيل تربيه الطيور، لا تعقيد بقى ولا عقدك ولا اقول لك كده ولا من ولا الكلام ده كله. تربيه اسهل مما يكون. زي ما انا قلت لكم كل فيديو اللي عايز يربي اي انواع طيور يفتح على القناه بتاعتي احلى يوميات مع ام كريم، هتلاقي جميع انواع الطيور اللي انت نفسك تربيها باسهل طريقه. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله، وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. الفرخ جاي قاعد فين؟ في الشمس اهو، جاي بالشمس. شويه نايمين جوه في الضله وشويه جايين في الشمس هنا. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي يا حبايب قلبي خفيفه عليكم وما كنتش بتقل عليكم. كان يومي معاكم النهارده ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. انتظروا مني الفيديو بتاع بكره ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لكم تربيه الطيور اسهل طريقه على قناه يوميات احلى يوميات مع ام كريم. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ان شاء الله باذن الله، ويرزقنا ويرزقكم يا رب ان شاء الله باذن الله، واجعل ايامنا كلها هنا وخير وسعاده يا رب علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله. صباحكم زي الهني، صباحكم زي القشطه. ربنا يجعلها ايام خير وهنا علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين. دي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان يومي معاكم النهارده. انتظروا مني الفيديو بكره ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.